السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اسمحوا لي إن أطلت عليكم في الموضوع لكي أفصل فيه أكثر. عمري 29 سنة، عمر زوجتي 21 سنة، متزوج منذ سنة. كنت في رحلة البحث عن زوجة. قد رأيت الكثير من الفتيات طبعا في إطار الزواج التقليدي، ولم توفي أي منهن شروطي أو مبادئي. كنت مبادئا على صلاة الاستخارة، إلى أن التقيت بالبنت التي هي الآن زوجتي. فقد ذهبت والدتي إلى منزلها بعدما أشار لها أشخاص أن هذه العائلة لهم بنت في سن الزواج. وبعد أسبوع فقط التقيت بالبنت لأول مرة في منزلها مع عائلتها، وقد بدت لي الزوجة المثالية، حيث أنها في بيئة إيمانية على ما يبدو، وهي تحفظ القرآن الكريم، لكننا لم نتكلم إلا قليلا لكثرة خجلها ولتدخل عائلتها في نقاشنا الأول، فتم الاتفاق في الحين على الزواج، وهذا خطأ أعترف به. فلم أتعرف على البنت إلا بعد أن قمنا بعقد الكتاب في الأسبوع الثاني، وطيلة هذه المدة لم أرى البنت إلا قليلا جدا، فقد كان زواجا تقليديا محضا. والبنت تحفظ القرآن في جمعية داخلية، ولا يمكن اللقاء بها إلا في أيام الأحد، وبحكم عملي فأنا غالبا ما أعمل أيام الأحد، لكن بعد الزواج حدثت المشكلة، فأنا لم أحبها قط، لا أشعر بأي شعور تجاهها، لا أحبها ولا أكرهها، حتى أنني لا أشتهيها أبدا، وإنما أقوم بالعلاقة الحميمية كواجب ليس إلا. ولم ينزل في قلبي الود تجاهها قط، أو بالأحرى اصطدم الود من البداية بتدخلات عائلتها المتضايقة، وقد اختلفنا كثيرا بسبب تدخلات عائلتها الكثيرة الأفراد منذ بداية زواجنا، ووقعت خلافات كثيرة، وزوجتي بدورها لا تبدي أي ردة فعل لدفاعها عن زواجنا أمام عائلتها، بل إن عائلتها مسيطرة عليها بشكل شبه كلي، بل وتخبر أمها كل شيء بيننا. وأعترف أنها تقول أنها تحبني، وهي تبر بوالدي بحيث أني أقطن مع والدي، لكنني أجد فؤادي فارغا تجاهها. والأمر الذي يؤرقني أنني لا أجد أبدا سبيلا للنقاش معها. فما إن أبدأ مناقشة موضوع ما ولو كان بسيطا إلا وتنفجر بالبكاء، مغلقة أمامي كل سبيل للنقاش، بل إنها تتهرب دائما من المناقشة. وإذا طرأ مشكل كبير فأمها دائما من تواجهني لحل مشكل ابنتها، وهذه النقطة تضايقني كثيرا. إضافة إلى ذلك أجدها ساذجة إلى حد ما، فإذا أردت إفهامها موضوعا ما فيجب أن أعيد شرحي 3 أو 4 مرات، ورغم ذلك في بعض الأحيان لا يعطي الأمر نتيجة. ورغم أنني كنت أبحث عن ذات الدين، وفرحت لما سمعت بأنها تحفظ القرآن، إلا أنها بمجرد الزواج بدأت في نسيان جل ما حفظت، وأصبحت أجد مشاكل في إقناعها بمراجعة القرآن لكي لا ينسى. وتبين لي أن البنت كانت فقط مرغمة على الولوج لجمعية تحفيظ القرآن، وليس بمحض إرادتها. أنا الآن في حيرة من أمري، فكلما حاولت التقرب منها والشعور بالود والمحبة تجاهها، إلا وأجد في قلبي نفورا كبيرا تجاهها، بحيث أني أصبحت أفكر في الطلاق. أفيدوني يرحمكم الله، وأعتذر مجددا على الإطالة.